السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. اسمحوا لي طولت عليكم بزاف، ما بقيت حطيت في القناة والو لانني كانت عندي ظروف صحية والحمد لله دابا تجاوزت الحمد لله. والان غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد البيتزا وتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وكنتمنى كاع اللي شاف القناه ديالي يدخل ويحط لايك ويدير اشتراك في القناه، ما غتخسروا والو الا درتوها. وشكرا لكم جزيلا الشكر، وربي يخليكم كاع اللي كيشجعني ربي يخليه وشكرا. هنايا في القصريه حطيت القصريه ديالي، درت فيها كيلو الا ربع ديال الدقيق مغربل من طبيعه الحال. هنايا وجدت عندي معلقه ديال السنيده، شويه الملحه، نص معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الحليب بودره. هنايا كندير كل العناصر كلها كنديرها في القصريه ديالي. كنجيب شويه الزعتر وزعيصره حكيتهم هكا بين يديا، سخنتهم فوق البوطه وحكيتهم بين يديا. شويه الخميره، معلقه ديال الخميره معجونه، جوج المعالق ديال الزيت ديال العود، وكنجيب الماء سخون وكنبدا نعجن العجين ديالي. هنايا غادي نبدا نعجن. خويت شويه على الخميره باش نفعل ليا الخميره باش تذوب شويه، وغادي نبدا نعجن العجين ديالي. بعد ما نعجنو غادي نديرو في كيس بلاستيكي وغادي نخليه حتى تخمر ليا البيتزا ديالي، ومن بعد نسرحها ان شاء الله. هنايا بعد ما عجنتها دلكتها مزيان ودرتها غنديرها في هذا الكيس بلاستيكي ونخليها حتى تخمر ليا، ومن بعد غادي نرجع ان شاء الله باش نطلق العجين ان شاء الله وغنوجد العناصر ديالي كلهم. هنايا العجين ديالي اختمر، تبارك الله ضاعف الحجم ديالها. غادي نخرج من هذاك الهواء وغادي نبدا ناخذ الكويرات ديالي على حسب البيتزات اللي غندير. هنايا درت شويه السميده والدقيق ديال القمح باش كنقرصها. هنايا بعد ما رققت العجين ديالي غادي جبت اللاطه فرشت فيها ورق الطهي ورشيت فيها الدقيق القمح والسميده، وغادي نسرح فوقها البيتزا ديالي ان شاء الله. هنايا عندي زلافه درت فيها لاصوص طوماط، زدت عليها طلقتها بشويه الماء سخون وزدت عليها شويه زيت العود، ودرت عليها زيت العود على قدر الانسان اللي كان زيت العود، جوج معالق بحال هكا. هنايا شويه الربيع وقطعت معاهم شويه فليو خضر هكا، كيجي زوين في البيتزا، كيجي واحد المذاق يا سلام. شويه الملحه باش كنتبلوا داك لاصوص طوماط، ما كنخليوهاش هكايا بوحديتها باش كتجينا بنينه.
هنايا غادي نجيب طبسيل على قد البيتزا ديالي باش غنخليها الدور هكا. غنسرح لها الصوص طوماط ونسرحهم هكايا بالشيته ولا بمعلقه ولا باش ما درسو ماشي مشكل. بعد ما نقاده غندير الفرماج ندير الزيتون مقطع ومن بعد غندير شويه الطون. ومهم راه حتى نكمل البيتزا ديالي وغادي نحيد داك الصحن. الزيتون كحل بطبيعه الحال ضروري. درت هنا الطون ما كنكثروش بزاف ولكن كتجي زوينه هاد الطريقه هذه ديال البيتزا، كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله. وما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وديروا تخليو لي كومونتير وتقولوا لي كيف جاتكم البيتزا ديالي اللي درت. وكنشكركم بزاف كاع اللي دخل عندي وخلى لي تعليق زوين وشجعني. هنايا بعد ما كملت درت شويه الفلفله وشويه البصله مقطعين رقاق نصوطياهم في الزيت العود. غادي نحيد هذا الصحن هذا وغادي نجيب الجراره وغادي نقطع بحال هكا. بحال هاد الطريقه هذه يعني سهله كما كنقولوا سهله مهله. وغادي ناخذ هاد الطرف كنلصقو مع كنسوديه مع العجين الاخر باش ما يتحلش ليا. كنضغط عليه بصبعي باش يتسودا. كتجي البيتزا ديالنا على هاد الطريقه هذه كتجي زوينه. دابا مني صايبت هاد البيتزا غنخليها على جنب وغادي نصايب هاد البيتزات هادو صغار. انا راه دار نكتفي هنايا والله كنقرص غير بشويه. غادي ندير هادو بحال الحفيرات هكا باش ما تنزلش ليا العماره ديالي. وكل وحدين كيفاش غندير ليهم. هنايا كاع ديك العجين اللي عجنت يعني غنصايبها كامله. غندير بيتزات صغار واللي بقاو غادي نخليهم هكاك كنطيبهم في الفران ونخليهم نص طيبه. منين بغيهم نجبدهم للثلاجه وغادي نعمرهم على هاد الطريقه هذه. وغادي نبدا كنتقبوا البيتزا ديالنا. هنايا جيت باش كنصايب صفر ديال البيضه طربته شويه مع شويه الحليب وهكا كندهن هاد الجوانب هادو كندهنهم باش كيجيو الشكل ديالهم زوين ومتحف وغزال. ان شاء الله تابعوا معايا وغتشوفوا البيتزا كيفاش غتجي وغتخليو لي التعاليق ديالكم وقولوا لي كيف جاتكم البيتزا. هنايا خديت فورشيط ثقبت هاد البيتزا ديالي كامله باش ما تنفخش ليا في الفران. وغادي نعمرها بلاصوص طوماط والعناصر كاع اللي كاينين كما عمرت الاولى غندير حتى هذه ان شاء الله. وصدقوني والله هاد العجين كيجي غزال وبنين ويعني واحد الهشاشه فيه يعني ما تشبعوش منها. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم. هنا عندي شويه البصله والفلفله نصوطياهم في شويه زيت العود والملحه. ها هما درتهم ودرت الطون وغادي ندير الزيتون والفرماج.
بعد ما طابت ليا البيتزا ديالي الاولى خرجتها من الفران، غادي نحطها في الصحن، غادي نقطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا الشكل ديالها كيف جات متحفه وغزاله تبارك الله ما شاء الله. هي هنا حطيتها في هذا الصحن، وغادي نشوفوا لهاد الصغيورين كيف جاو هاد ميني بيتزا صغار. هنايا هادو اللي ميني بيتزا اللي طابو راهم دابا حطيتهم، وهادو غنخليهم غنديرهم في يبردوا، غنديرهم في كيس بلاستيكي كيجيو على هذا الشكل هذا، ونخليهم يجي غزالين الصراحه. كنديرهم في الثلاجه منين نبغيهم كنجبد نعمرهم، ووحدين اخرين غادي نعمرهم بلا صوص طوماط والفرماج هما غتشوفوا معايا ان شاء الله. والفلتر صوتيته في الزيت العود، وهاد لانشوبه مرقداها في الدار، وشويه الكاشير لانشون. وهنايا كما كتشوفوا معايا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وكنتمنىكم تلحقوا لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وبسلامة عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى لكم كيف ديما السعاده والتوفيق يا ربي.